السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران. للي أول مرة يشوف قناتي، إن شاء الله هنعمل البيتوفور النهاردة بمكونات سهلة إن شاء الله وبسيطة. قبل ما هقول مقاديري هصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس وتعملوا شير كمان عشان يوصلكم كل جديد لو الفيديو عجبكم. هنقول مقاديرنا. معايا كيلو دقيق متعدد استخدامات، أنا نخلاه نوع ماركة الأصيل، ومعايا سكر بودر بودك منخول ووزنته 320 جرام، ومعايا 4 بيضات وحط عليهم معلقة فانيلا سايلة، ومعايا سمنة بلدي 150 جرام، ومعايا زبدة 700 جرام، معايا سمنة بلدي 150 جرام، ومعايا زبدة 700 جرام، يبقى المقدار كله 850 جرام. انتي لو بتحبي المقدار يبقى كله زبدة مفيش مشكلة، بس انا عايزة اطعمها بالسمنة البلدي فبيديها طعم حلو قوي للبيتوفور. عايزة البيتوفور، انا البيتوفور معايا ناعم وحلو بس اقدر ان انا انقله واتحرك بيه عادي وبيدوب في البق ومرمل ورائع. عايزة انتي بقى ناعم مش عارفة تشيليه من مكانه كده وانتي بتشيليه بيتفتفت في ايدك وبيتكسر، هتحطي بدل ال4 بيضات دمت هتحطي 3 صفار بيض وربعة هتبقى بيضة كاملة، يبقى 3 صفار بيض وربعة بيضة كاملة. هبدأ انزل بالسمنة على الزبدة، وطبعا انا كنت حطاهم في التلاجة لمدة 5 دقايق عما جهزت المقادير، يعني انا ما كنتش مسقعاهم ولا حاجة، دوب بس هما كانوا يعني حاسة ان هما سايحين فدخلتهم التلاجة يا دوب 5-10 دقايق عما وزنت مقاديري. وبعد كده هبدأ اللي انا هضرب في المقادير، هضرب بالمضرب كده السمنة مع الزبدة لغاية ما يتجانسوا مع بعض كده. وبعد كده هبدأ اللي انا انزل بالسكر على مرتين، هنزل بالسكر على مرتين. طبعا انا بنزل كل شوية الجوانب عشان اتأكد ان الجوانب كلها اتضربت، بنزل بالجوانب ونزلت بها كذا مرة طبعا وانا فاصلة الفيديو. هبدأ أضرب السكر البودر اللي هو 320 جرام لغاية ما يتدخل في المزيج، هضربه على مرتين، يعني هنزل بالكمية مرتين. وبعد كده هنزل بالبيض زي ما انتم شايفين، اللي انا البيض ده انا ربيته، يعني دخلت البيض في بعضه كده. هبدأ انزل حبة حبة سرسوب سرسوب كده، يعني انا بقى مني كنت بنزل لنفسه بتاع فبقى ينزل معايا زيادة عن سرسوب، بس ايدي شغالة بدخله. العجينة تفتح وتبيض خالص معايا كده خلاص، والبيض دخل كويس جدا. هبدأ اللي انا بعد ما اتاكد البيض دخل كويس جدا وفتح معايا والمكونات دخلت مع بعضها واتضربت حلو جدا، هبدا انزل بالكيلو دقيق. انا هنزل بالكيلو دقيق في المرحله دي، هشيل الاسباتيلا وهبدا انزل بايديا. انا ما بعجنش، انا قلنا حاجات العيد والحاجات النواعم دي ما بنعجنهاش. هبدا اللي انا انزل بصوابعي واتاكد ان الدقيق داخل كويس جدا. قبل ايد العجينه سايبه معايا، اما تلتزميش بيه معيار الدقيق معايا، زودي دقيق لغايه ان العجينه ما تلاقيها معاكي ماسكه نفسها وبتلزق في ايدك. هنا وانا شغاله لقيت لا كيلو دقيق العجينه سايبه في ايدي شويه، حساها محتاجه دقيق. وزنت بالظبط يا جماعه 50 جرام تانيين، وزنت 50 جرام تانيين. انت بقى لو حباه ناعم هتكتفي ب25 جرام بس هتوزنيهم. انا وزنت 50 جرام زياده حطيتهم على المكونات دي، وزنت 50 جرام زياده حطيتهم على المكونات دي. هبدأ انزل بواحدة واحدة كده. انا ما بعجنش، انا بعمل بصوابعي، بدخل الدقيق كويس جدا وبعجن في صوابعي. ما تشغليش الجلوتين عشان ما يبقاش معاكي لعب، ما تشغليش الجلوتين عشان ما يبقاش لعب. وابدا اخد يعني اخد مثلا تلت الكميه او اقل كمان، واحط عليها معايا دوت كاكاو خام اسباني هنزل بيه بس غامق، كاكاو خام اسباني غامق هنزل كنت وزنهم 10 جرام، نزلت ب10 جرام. هنا خلاص هنا بقول لكم العجينه بتلزق، بحط ايدي بتلزق في ايديا، العجينه كده مظبوطه. معايا كيس الحلواني، هبدا احط بقى المقدار اللي انا عايزاه. هحط الجزء الاول الابيض وهشتغل بيه. بعد ما اخلص الشغل الابيض بقى، انا طبعا وانا بشتغل افتكرت ان انا فاتحه الكاميرا، وفوجئت في الاخر وانا بعمل في اخر الصينيه اللي انا مش فاتحه، وبدات افتح معاكم الكاميرا. ابقى انا اخر جزء ابيض خلص وانا ما عنديش غير قمع واحد وعايزه انتهي وحواليا ولادي وعايزه اخلص وبتاع. مكان القمع الابيض ده هتحطي حته بيض، حته شوكولاته، وهتدي معاكي شكل اللي
هو انت شايفاه كده، اللي هو الابيض المشبح بالشوكولاته ده، وشكله حلو قوي متدخل اللونين مع بعض. طبعا القمع بتاعي الاسنان بتاع البلبله اللي كانت معايا كانت واسعه، فوجئت اللي هي واسعه، لاني انا يعني كنت في اليوم ده تعبانه وما انتبهتش خالص غير اللي هي واسعه وانا شغاله. انت بقى لو مقاس اصغر، يعني السنان مقربه لبعضها شويه، تبقى كمان احلى واجمل. بس هي ما شاء الله كانت جميله وادت النتيجه برضك حلوه. طبعا انا زي ما قلت لكم كنت تعبانه بقالي يومين الحمد لله رب العالمين، فما كنتش مركزه خالص انا بعمل ايه. هنا انا زوقت معظم البوتيفور وجهزته، وكنت حاطه على الطبق اللي هو هنا بوريكم البوتيفور بعمله ازاي، بزوقه ازاي. فحطيت زوقته معظمه عشان بس انجز الوقت وما اطولش عليكم في الفيديو، وبديكم بقى الافكار. انا عملت دي شوكولاته خام انا مسيحاها، وحط عليها كيس شوكولاته خام، قصدي شوكولاته خام مسيحاها، وحط عليها شوكولاته سما بالحليب. حاطه كيس شوكولاته سما، لا مش بالحليب، حاطه شوكولاته سما، اللي هي بتاع اللهم صل عليك يا نبي، شوكولاته سما بالشوكليت، وحاطه اللهم صل عليك يا نبي على الشوكولاته الخام، عشان شوكولاته سما بطعم الشوكولاته الخام وتخلي طعمها غني. هنا هبدأ طبعا النوع الشوكولاتة ده بيرجع لك انت، اي نوع شوكولاتة انت بتحبيها بتشتغلي بيها. هبدأ ان انا اعمل كده، انزل اقفل الاتنين مع بعض بالشوكولاتة، وبعد كده انزل بجزء منها، وبعد كده احط بقى في الفول السوداني. ده فول سوداني يا جماعة، مش بندق، انا مش فستق قصدي، انا عاملاه يحط عليه لون طعام اللي هو بيجي من عندي بمستلزمات الحلواني، لون اخضر. اعذروني معلش تعبانة شوية وبدأت افصل في التركيز. وهنا الشوكولات اللي هو انا عاملاها بجزء شوكولات، هبدا احط كده. كميه الشوكولاته معاكي قليله، وعندك كراميل ممكن تقفلي بالكراميل في البوتيفور البيضه، تقفليها بالكراميل، او ممكن اقفل بالمربى المشمش. بس لو هتصبحي تاكليها، يعني النهارده الوقفه وهتعمليه وهتاكليه، لان احنا عارفين المربى بتطري البوتيفور، بتخليه طري، اما الشوكولاته بتخليه يفضل ناشف وماسك نفسه لغايه ما تيجي تاكليه. هنا اللونين اللي انا قلت لكم متداخلين مع بعض، اللي كان الفانيليا خلصت اللهم صل عليك يا نبي، وعايزه احط الشوكليت فحطيت عليها عادي ومفيش مشكله، وده اللونين المشبحين مع بعض. هبدا اعمل كذا واحده كده في الشوكولاته كلها مع بعض. ممكن احط بعد كده اما اصفيها من الشوكولاته احطها، ممكن احط من فوق بشره اللي هو بديل الفستق دوت، وممكن اسيبها ساده زي ما انا سبتها ساده. ده بيرجع لك انت، الذوق ده بيرجع لك انت. اديتك الفكره ويا رب اكون وصلتها بطريقه سهله. سيحت الشوكولاته ازاي على حمام بخار. هنا شكل البوتيفوريه من جوه، الحجم طبعا ممكن تصغريه عن كده، ممكن انا متهيألي ما ينفعش يكبر عن كده، كده حجمه حلو خالص، بس ممكن يصغر عن كده. طبعا انا كنت بشتغل وحواليا امان ربنا يحفظها يا رب، والله تشد فيا ده. ويعني بص عم عملنا البوتيفور كان يعني الحمد لله رب العالمين، متهيألي الجيران كان بيدعوا عليا من كتر ما هي قاعده تزعق. فهي ربنا يبارك فيها، عايزه بصوا مشكلتها عايزه تاخد كل حاجه تعمل زيها، عايزه تقلدني في انا بعمل ايه، فاما اخد منها الحاجه بتعيط عايزه تعمل زيي. هنا انا خلاص جايبه علب للتقديم قدمته فيها، ويا رب